زمان قبل ما يكون في كاميرا نصور بيها أي مشهد أو مكان بنزوره، كان الفن هو الوسيلة الوحيدة للتوثيق. كل حاجة كان الفنان بيشوف فيها روح المدينة اللي هو فيها بيوثقها بالرسم بكل تفاصيلها وألوانها. النهاردة حابة أشارككم موقع اسمه Watercolor World، جمع آلاف الرسومات المرسومة من أماكن حول العالم قبل ما التصوير يوصل ليها، سكتشات من القرن ال19 وال18. هتحسوا إن انتوا سافرتوا بالزمن وانتوا بتتفرجوا عليها. نقدر نكتب اسم أي بلد زي القاهرة مثلا، أو اليمن، أو العراق، ويطلع لنا سكتشات لشكل البلد من 200 سنة تقريبا. انتوا متخيلين؟ أنا كشخص بيحب الأربن سكتشنج وإني أوثق أي مكان أو مبنى مميز بشوفه، اتبسطت جدا بالويب سايت ده. أكد لي أهمية التوثيق بالفن وقد إيه له دور مهم في حفظ ذكريات المكان ونقل روحه للناس. قولوا لي إيه أول بلد هتدوروا عليه؟ وهل فكرتوا قبل كده ترسموا مكان بدل ما تصوروه؟